ايوا ها انتم الاخوان بديتو تتفهموا ياك. هنا اطرح السؤال: هل وصل عقبة؟ هل وصل عقبة؟ هي باش غادي نختم لكم، غنعطيكم الموقف نتاع العروي. وما أدراك ما عبد الله العروي. اش قال عبد الله العروي؟ قال سيدي في مجمل تاريخ المغرب الصفحة 110 111، قال السي عبد الله العروي الله يطول في عمره ويبارك له في صحته، تيطرح سؤال: هل دخل، يعني على عقبة، هل دخل المغرب الأقصى أم لا؟ تيقول: لا شك أنه وصل إلى ناحية تلمسان، لكن عندما نقرأ أنه لم يوقفه إلا البحر نتساءل: أي بحر؟ أي بحر؟ المتوسط أم الأطلسي؟ ساق روبير براشفيك أدلة لها وزنها على أن عقبة لم يتعدى البحر المتوسط، هو لم يتعدى البحر المتوسط، إلا أن ليفي بروفانسال نشر مخطوطا لم يكن معروفا من قبل يشكك في النظرية المذكورة. وهنا عبد الله العروي يعطي الرأي نتاعو، تيقول لك لا يستبعد، لا يستبعد، معناه هو حسب ما خلص إليه راه ما وصلش للمغرب، ولكن لا يستبعد أن يكون عقبة، تيخلي هذاك الباب مفتوح، ولا يستبعد أن يكون عقبة قد أرسل بعض السرايا، يعني بعض الجيوش، تنقولوا اليوم السرية، سرية الدرك الملكي، إلى ما وراء نهر ملوية، إلى ما وراء نهر ملوية، لكن لا يوجد دليل قاطع، لا يوجد دليل قاطع على كونه استولى على المنطقة فعلا. هذا هو عقبة بن نافع. في المحصلات يبان أن عقبة بن نافع الفهري ما وصلش للمغرب، وأن ما قيل من بنائه لنفيس ومسجدها وما أحيط بذلك من أساطير، هذا كله لم يتأكد تاريخيا.